السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لبنى إيدال. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت معكم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي التحلية بالحامض، اللي الصراحة كتجي غزالة لا في الشكل ديالها وحتى في المذاق كيجي أكثر من رائع. غير جربوها لسحوركم أو لفطوركم، وفضلا وليس امرا عافاكم ما تنسونيش بالبصيمه ديالكم، الله يجازيكم بخير، فقط للتشجيع. وما تنسونيش عافاكم بالبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. ودابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله بالمكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. هنايا خديت هاد الكاسرونه، ضفت عليها نص لتر ديال الحليب، ودرت 3 ديال المعالق ديال سكر حبيبات، وجوج معالق كبار ديال النشا، والفلون بالنكهه ديال الفاني. صافي هنايا كنحاول انني ناخد القشور ديال هاد الحامضه هادي، القشور الخارجيه. حاولوا انكم ما تاخذوش ديك القشره البيضاء. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وكندير هاد التحليه هادي على النار باش تعقد ليا. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت هاد التحليه هادي، كنحاول هنايا نحركها باش تعقد ليا على هاد الطريقه هادي. وفي هذه المرحله هذه راه التحليه وجدات ليا. ملي كيتكونوا ليا هاد الفقاعات هادو صافي راه واجده. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا خديت عصير حامضه اللي خديت القشور ديالها. صافي هنا كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. وفي هاد المرحله هذه كتبقى اختياريه، بغيتوا تصفيو هاد التحليه هذه من دوك القشور ديال الحامض اللي خدينا في الاول، صفيوها. ما بغيتوش كيف ما درت انايا خليتهم انايا حيت كيعجبني النكهه ديال الحامض. وهنايا خديت هاد الكؤوس هادو ضفت عليهم بسكوي ديال درهم صابلي، صراحه مع فيه المذاق ديال الكوك كيجي مواتي مع هاد التحليه بالنكهه ديال الحامض. صافي هنا عمرت الكؤوس ديالي بالتحليه، درت 3 اللي بالبسكوي عمرتهم، وشاط لي واحد شويه من ديك التحليه ضفتو في ديك الزلافه. صافي هنايا غادي نخلي هاد التحليه هذه باش تبرد. هنا حاولت انني نقرب لكم باش تشوفوا ديك الطبقه ديال البسكوي وتشوفوا الطبقه ديال التحليه، صراحه كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه هذه بعد ما بردات وزينتها على هاد الشكل هذا. زينوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما، تقدروا تزينوها، تقدروا تخليوها غير عاديه، راه كتجي زوينه. اهم حاجه هو المذاق يكون حاضر. وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. ما تنسونيش عفاكم بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. ودابا نخليكم تلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.